ريشة وقلم. جلسات أدبية فنية مع إبداعات الريشة والقلم. إعداد وتقديم ياسمين صيت. سلام الله على الجميع، أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أو في برنامج ريشة وقلم. مزجنا بين ما تعطيه الريشة من ملامح وما تجسده من صور ورسومات، وبين ما يكتبه القلم من كتابات وأشعار. برنامج ريشة وقلم في استضافة استثنائية وخاصة لوجه من الوجوه الفنية التي لها من العطاء الشيء الكبير والكثير. مشوار طويل، مشوار حافل بالنجاحات. ابن ولاية أم البواقي، المجد والمثابر والمحب للفن، المبدع بأنامله الذهبية التي تنحت وتنقش وتصور وتجسد رسومات وتحف وأشكال وجداريات ولا أروع. تقنيات حديثة وجديدة دخل غمارها وأبدع حقيقة. بتحفه هذه أعلن عن بداية مشوار فني لفنان اقتحم العالمية. نعم، إنها العجينة الروسية التي أبدع بها وشكل تحفا ولا أروع. أدعوكم أحبتي ضمن هذه الاستضافة المميزة التي ينزل من خلالها الفنان ابن ولاية أم البواقي الأزهر هادف ضيفا على برنامج ريشة وقلم. بعد سنوات طويلة نلتقي من جديد الأزهر هادف، نلتقي رفقة الفنان القدير المحترم هادف الأزهر. من منا لا يعرف هادف البشوش الطيب صاحب الأخلاق الفضيلة ما شاء الله. جاءنا اليوم وهو مبتسم كالعادة. نقول لك مساءك طيب، مرحبا بك الأزهر. مساء الخير أختي ياسمينة، مساء النور. إن شاء الله بهذه الاستضافة راح تفوت إن شاء الله مليحة إن شاء الله، وبربي إن شاء الله نشكركم كل القائمين على هذا البرنامج الرائع ريشة وقلم، وبالخاصة أنت الأخت ياسمينة، شكرا جزيلا. نعم، لا شكر على واجب. الزميل شريف زراري في الإخراج، والزميلة تلجة خماري في التصوير، وياسمين اليوم في الإعداد والتقديم. دون إطالة، الأزهر أكيد لمحبيك، لكل من يتابع في هذا العدد، الأزهر هادف بعد سنوات أكيد عودة جديدة. ربما انقطعت عن الإعلام، إلا أن القنوات الفضائية حتى ربما قنوات كثيرة كنت ضيفا من خلالها وأبرزت جديدك. نحن اليوم ضمن برنامج ريشة وقلم نغتنم الفرصة لنتعرف على الفنان وعلى جديده. تفضل. في البداية الأخت ياسمينة كنت نمارس تقنية الرسم بالسكين. هي ماهيش حاجة يتم أول مرة نمارسها. كنت نرسم لوحات زيتية بتقنية الرسم بالسكين. وفي الآونة الأخيرة هذه الرسم الفن الجديد، فن تشكيل الورود، الفن الجديد المعروف بفن تشكيل الورود بالعجينة الروسية. ما شاء الله. الفن هذا اللي زاد عند الرواسة يرسموا به الورود، يخدموا به الورود. حاولت أني نبحث. كيف تعرفت على هذه التقنية؟ هل من خلال ربما مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ربما كانت ليك فكرة مسبقة حول هذا الفن؟ ما كانتش عندي فكرة مسبقة، ولكن عندي حب الاطلاع بزاف. كنت نشوف في الفن هذا بكثرة
انه كي ندخل نشوف نلقى الرواسه هما اللي يتداولوه وهما اللي ينشروه وهما اللي يمارسوا فيه. وش هو طبيعة الفن باش نشرحوا؟ طبيعة الفن هو فن تشكيل الورود بالعجينة الروسية. العجينة الروسية هذه متوفرة في الأسواق الجزائرية؟ ليست متوفرة تماما، ما هيش متوفرة. أنا بحثت عليها وحوست عليها في الأماكن، في المكاتب، حتى المكاتب الكبرى في الولايات الأخرى لا توجد، ما كانش. يعني انت اللي تشكلها؟ انا اللي نشكلها، مانيش راح نسقسيك على الوصفه لانه هذا ربما من لا بالطبع لا. انا نقول لك الوصفه كيفاه، نحكي لك كيفاه حتى نجحت باش نتوصل باش نديرها. هي انا تعبت باش نوصل باش نخدمها كما راهي، باش تخلي البتلات واقفين. يعطيك صحه، يعني باش تحافظ على المكونات نتاعها. انا ما على باليش واش فيها، هي وصفه كما نقولوا غريبه، وصفه غريبه نوعا ما. حاولت نجرب، جبت لي بابي هذاك تاع البابي مشوار، فتت وحطيته في الماء، ومن بعد زدت اضفت عليه صبغه بيضاء، ومن بعد زدت له غراء تاع الخشب، ومن بعد اكريليك، وبعد ذلك الزيت. يعني أنا في اعتقادي الأزهر يعني هذه التركيبة ما جاتش عشوائية، لأنه أكيد ركزت تبحث. أنا قاعد نبحث واش هو، قاعد نشوف الحاجة اللي قريبة للعجينة الروسية باش ننجم. في البداية ما نجحتش أنا في العجينة هذه، قداه مرة تقريبا شهرين وأنا نبحث فيها، ما تحبش، وعنت معاها، يعني أصريت، خشنت راسي معاها. قلت لازم نخدمها، لازم، على خاطر عندي شغف كبير لهذا النوع من الفن. ما شاء الله ما شاء الله. قلت كيف هي العباد ينجموا يوصلوا لهذا. تستشير بعض الفنانين؟ ما حاولتش ربما؟ ما حاولتش نستشير، ما استشرتش. وليت جبت المكونات اللي تشبه مثلا اللي نجموا انها تقدر تولي عجينه. مثلا جبت الماستيك تاع اللي يجوانتيو به الكاروات. حاولت ندخله حتى هو مع المكونات، ما صلحتش. هو يصلح بصح في القوام قادر يصلح. يعطيك الصحة. في القوام اللي توصلي له تنجمي تخدمي به. انا فاهمه عليك باللي تحب كي تشكل الورده تبقى الورده هذيك متفتحه والبتله واقفه، يعني الشكل تاعها يبقى ما تهبطش. شوفي هي العجينه واش فيها الغراء الخشب الابيض، وفيها اللوندوي العجينة الجدران، بالإضافة إلى زيت الكتان. وهي تحتوي أيضا هذه العجينة على كما نقولوا احنا ألياف. الألياف هذه عبارة عن واش؟ عبارة عن قطن، بصح مش القطن هذاك اللي يجي متماسك مع بعضاه. القطن هذاك اللي يتفتت، عبارة عن شعيرات صغيرة. هذاك بالإضافة إلى أكريليك أبيض، والقوام تاعها مع الألوان. إذا حبيتي مثلا الخامة تاع مثلا اللون مثلا البرتقالي، تنجمي تنوعي في الخامة تاع اللون البرتقالي مع إضافة مع اللون البني، يجي يشغل تدرج لوني إلى باش يولي برتقالي. هذه تشكل في الوردة نفسها كما هذا البرتقالي مع البني يشكل هك لون رائع. القوام تاعها يجي هكا. العجينة الروسية التقنية تاعها فيها تقنيات بزاف عديدة، كما البتلات الكبار والصغار لازم السكينة اللي تجي كبيرة شوي باش تحافظ على الشكل. والأوراق النباتات لازم السكينة الصغيرة. خلاص. عرفتي سر العجينة وصلحت العجينة، كيف كان إحساسك يومها يا الأزهر؟ إحساسي فرحت بزاف. خلاص. شكون يقاسمك الفرحة؟ والله شتي كي أول مرة تنجح لي اللوحة، هي كانت هذه أول ما نجحت. نعم شوفوها. هذه هي أول وحدة ما نجحت. روعة. أول وردة ما يعني تبان عن بالك تبان وردة حقيقية. شغل وردة مجففة وكأنها وردة مجففة.
نعم، الألوان رائعة جدا. وش هي الألوان اللي تستعملها الأزهر؟ الألوان اللي نستعملها تنجمي ديري فيها الألوان المائية وتنجمي ديري فيها الألوان الزيتية، لأن العجينة أصلا فيها الزيت، تقبل أي لون تقبله. روعة. أي لون. هذه هي الثانية اللي بعد هذيك. شوفي تلاحظي وقت طويل، تلاحظي تحسن. يعني شوف هنا زدتي إضافات ما تستغرقش وقت طويل. هي التقنية هذه تاع الرسم بالسكين وتشكيل الورود بالسكين تتميز كيفاش نقولوا احنا سحب العجينة ومن بعد الوضع تاعها كيفاه يكون، فلازم التشكيل تاعها لازم والله روعة. سواء كان تبداي الوردة من نهاية تاع الأوراق تاعها ولا من الداخل من القلب تاعها. روعة والله، أشكال جميلة جدا جدا. شكرا. جدا تسحر الناظر حقيقة. أنا أستمتع اليوم في الأستوديو بهذا المعرض الخاص عندك جناح اليوم في الأستوديو لزهر. أول مرة. أول مرة إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. مرحبا بك في كل وقت، هذا شرف لينا. قصدي أول مرة معرض في الإذاعة إن شاء الله. هو أول مرة معرض في معرض. إن شاء الله كان نديروا القلب الفنانين التشكيليين الآخرين ثاني إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ونرحبوا بهم، ودايما أبواب البرنامج مفتوحة إن شاء الله. أعود لأوصل حديثي. الأزهر يعني فنان مبدع حقيقة. شكرا. أنا إلى جانبها هذيك الصورة اللي راهي مقابلتني صورة رائعة جدا. ماذا تمثل؟ وين فيهم؟ اللي في الكتاب. هذه فاكهة تين. فاكهة التين. الكرتوس. شتي أنا أشهى وألذ فاكهة. حاولت شتي في اللحظة هذه بغيت نرسم كيفاش نقولوا حنا لابو تاع التين كيفاه مدايره. حبيت نكتشف اللون تاعها واش فيه، وليت نجمت ندير اللون تاعها، اللون الاصلي نجبدوه هو بعد. نعم، وتبان على بالك تبان حقيقيه سبحان الله. فيه البنفسجي وفيه الازرق وفيه الاحمر. قبل لي الميكروفون. فيه البنفسجي والازرق وفيه اللون الاحمر وقليلا من الابيض. هذا كله في الجلد تاع اللحم. هذا كله في الجلد تاع القشرة تاعه. واللب. نعم، اللب فيه الأحمر والأصفر وفيه كيش نقولوا احنا البرتقالي. العنابي. احنا نقولوا له العنابي. الوان رائعه جدا وصوره معبره. يعني حقيقه ابدعت الازهر. هذه السنوات الطويله اللي ربما انا عندي مده ما تلاقيتش بيك، الا انك كنت تعمل في الخفاء وكانت لك انجازات وكانت لك مشاركات وذاع صيتك صراحه. ربما الازهر تاع بكري مش الازهر تاع اليوم اكيد خاصه في المجال الاعلامي. يعني اقتحمت المجال بقوه. يعني كما نقولوا احنا الناس عاد تعرف الازهر، ربما تعرف الجديد تاعو تابعك هكذا ام لا؟ ذوك نقول اختي وعندك صفحه خاصه في الفيسبوك. تفضل. ذوك نقول اختي السبب هو مواقع التواصل الاجتماعي. عاونات في الفتره تاع الكورونا. انا من الفتره تاع الكورونا حبست خلاص. قده هي فات 4 سنوات وقيله. نعم سنوات طويله. حاولت نشارك في المعارض الافتراضيه. اقتحمت العالم الازرق، العالم الافتراضي. نعم. كانت عندك علاقات الازهر؟ نعم، شاركت في اعمال دوليه ما شاء الله. واش من دول؟ معرض افتراضي في تونس. وديت شهاده يعني دوليه مع دولة تونس الشقيقه. نعم. شهاده. نعم ما شاء الله. شهاده تقدير. نعم. سلمت للفنان الازهر هادف مشاركته المتميزة في إنجاح صالون الافتراضي الدولي للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي تحت شعار الفن في زمن الجائحة. نعم، دولة الجزائر مثلتها أفضل تمثيل. نعم. ما شاء الله. هذا الملتقى الدولي للفن التشكيلي. نعم، شاركت فيه وكانت عندي يعني فزت بهذا الشهادة هذه. يعني أنا ديما نقول لهم الوباء
كورونا كوفيد 19 صراحة كانت فيه إضافة كبيرة سواء للفنان ولا للحافظ كتاب الله ولا للطبيب ولا حتى يعني صراحة الناس اكتشفوا مواهب كثيرة وفجروا طاقات. هذو الناس اللي عرفوا يستغلوا ربما فترة الحجر وما شابه ذلك كانت لهم إبداعات كبيرة. أنا بزاف اللي جاوني هنا الإذاعة ويعني عرفوا يستغلوا هذيك أيام الكوفيد أحسن استغلال، والأزهر كان من بينهم. يعني الأزهر لم يبقى مكتوف اليدين، بالعكس كانت له مشاركات عبر العالم الافتراضي مع دولة تونس الشقيقة، وهذا شيء جميل جدا. نعم الأزهر. نزيد نتحدث على هذه الألواح اللي إلى جانبك، هذه يعني تستعملها من الخشب. نعم هو نستعمله فوق الخشب. أي خشب تستعمل مع النجار؟ لا ولا وحدك؟ لا وحدي. اشتي الخشبة هذه يا لقيتها لبرا ما شاء الله، جبتها حاجة بسيطة أنت تخدم بها، مرمية. درت لها خلفية بنفسجية بمع اللون الأزرق. درت هذا الشكل، هذا التكستير هذه أنا اللي خليته. من بعد وزعت الرسمة تاعي بهذا الشكل رائع. وكي تشيح ما شاء الله. وما تتفتتش، ما ديرش تشققات، ما لقيتش مشكل معها؟ لاش تدير تشققات ولا تتفتت؟ راح يتفتت منها جزء صغير فقط. صغير يعني ماهيش اللي تفزت كلها. ماهوش أنا راح نخدم لوحة كيما هذه نخبطها ولا لازم تستحفظي بها. هي قادرة تكون يعني كان شوية برك ما تفزدش هي. يعني مليحة تعلق على الجدران كزينة في البيوت وفي المنازل. ولا يعني جميلة جدا. نعم هنا حاولت ندير صور تاع خشب، صور تاع الأخشاب، ومن هي كيفاش نقولوا حديقة تاع الورود. الورود خارج الخشب هذاك. روعة، صورة رائعة جدا. يعني أنا نقول الفن عنده ماليه وعنده أصحابه صراحة. الفن هو ملكة فطرية سبحان الله. الإنسان يزيد فنان، شكرا، يزيد مبدع، وخاصة لما يكون عنده الأفكار. يعني ماهوش هذاك الفنان اللي نقولوا احنا يعتمد على الفن وما تكونش البصمة الجديدة ولا العصرية. ولا كيما انت الحاجة اللي عجبتني فيك أنك كانت عندك رحلة بحث واطلاع. حاولتي ربما يعني دولة روسيا سبحان الله يعني في الريادة في كل المجالات. يعني انت حاولت تشوف التقنيات الجديدة تاعهم، حاولت هنا انك ربما تدير هذا الوصفة العجينة الروسية ونجحت يعني الحمد لله يا رب. نعم وما حاولتش ما تتكلفش يعني هذه العجينة، ما تكلفش. وكي تخدمها يجيك يعني كيما نقولوا احنا الكونتيتي تكون كبيره، ما تكلفكش تجي الكونتيتي كبيره وتتحكمي فيها انت على حساب شتي كي تفوتي تعرفي لها السر تاعها. تولي ديري الاضافه في الوقت نفسه وبلاش ما تفزد لك ولا. ما شاء الله ما شاء الله. نزيدوا نحكيو دركا وليت تمكنت منها، وليت دركا ولفت وليت نزيد فيها حتى اضافات تاعي. ما حاولتيش تكبر ربما في اللوحة دير حجم كبير؟ لا بالفعل حاولت. أنا ما جبتش حوايج أخرين، يعني ما جبتش، جبتي البعض يعني ما شاء الله. ما جبتش الكبار، ما جبت. خدمت بالستيل هذا نافورة كبيرة ما تصلحش تتهز. ما شاء الله. والمفاجأة تاع البرنامج بالنسبة لمفاجأة نعلن عليها من بعد نخليوها مفاجأة برنامج ريشة وقلم من بعد إن شاء الله. والله أنا محظوظة صراحة. شكرا أختي ياسمين، تستاهلوا كل خير. نشكرك جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة اللي راح نعلن عليها بعد قليل. نجي دركا نزيد نوصل ديما حديثي مستقبل هذه الإنجازات وهذه التحف الرائعة. أكيد ماكش راح تبقى يعني تشكل فقط، وش هي التفكير الخاص بك الأزهر؟ شوفي نفكر في حوايج بزاف خلاص. هو هذا النوع من الفن هو الفن يرتاح عنده الإنسان. وأنا بزاف اقترحوا عليا قالوا لي ممكن تعلمنا، والأكثر منهم سيدات قالوا لي عجبنا بزاف فن تشكيل الورود. قالوا لي هل تنجم تمد ديكور فيهم ولا؟ قلت لهم بالتأكيد إذا كنت بربي وعلاه لا. حبيت أنا ندير دروس خاصة في هذا المجال تاع ما شاء الله. يتسمى نمدها كما عرفت أنا نمدها أنا للعباد.
ولا في مجالات أخرى مثلا. هو يعني الفن هذا وماهوش صعيب على أي واحد. الحاجة اللي تعجبني فيك أنك عندك الإثار وتحب تعلم. شكراً. يعني ملي كنت نعرفك الأزهر عندك هذه الصفة، يعني ما تحبش ليك فقط أنت، يعني عندك القابلية أنك تدير ورشات خاصة بتعليم هذه التقنية. نعم. للفنانين. إيه، على خاطر سمعت على هذا الفن. نزيد نقول لك حاجة. تفضل. باللي اللي اخترعوا هذا الفن بعد يعني هما أسماءهم صعبة، يعني باش نقول لك يعني أنا نعرفهم بس باش نحفظهم نقول لك كيما إيفيجينيا بيمالوفا و أسماءهم صعبة جدا ما نقدرش نقول لك عليهم. داروا ديكور على هذا الفن في البلدان العربية كيما أبو ظبي كيما وحضروا قراو عباد ثم عرب على هذا النوع من الفن. وانا يعني الحظ تاعي اني تعلمت وحدي واول واحد في الجزائر انه يمارس الفن الروسي. نعم. وهذا ربما هذا الميزة وهذا الإبداع الخاص بك أكيد وصل إلى العمل، وصل للجمهور عن طريق ماذا؟ إعلاميا. تلفزيون الشروق ما شاء الله. يعني داروا لك حصة خاصة. نعم. واني بعثته نورمالمون في الاخر تاع الاذاعه تاعكم. شكرا. انا بعثته عبر الماسنجر. يعطيك الصحه. هذا الروبورتاج ربي يبارك. نعم والله. هو يعني هذا الفن ميلاده فتيه، يعني ما عندكش بزاف اللي بديت فيها التقنية. هو اصلا فن حديث يعني. نعم. عندي تقريبا واول فنان في الجزائر يمارس تقريبا من العام اللي فات وانا نحاول نبحث فيه حتى نعم. الدرك. الأزهر أن نحييك من خلال منبر إذاعة أم البواقي على هذا الإنجاز العظيم. يعني هذه إضافة ليك وهذا شرف لينا كونك ابن الولاية وابن الجزائر. إن شاء الله تطور هذا الفن وإن شاء الله نشوفوك في أرقى وأعلى المراتب إن شاء الله يا رب. وتمد لك يد المساعدة والمساندة إن شاء الله. أنا نتمنى أنه كفاءات مثل الأخ الأزهر هادف لا تهمش. نتمنى وندائي من خلال هذا المنبر إلى الهيئات والسلطات وإلى كل من يستطيع تقديم يد المساعدة لهذا الفنان اللي هو مستعد أنه يلقن هذا الفن إلى شبابنا. خاطر الشباب يعني كنا نبحثوا في العالم تاع الشباب وحتى في الأطفال عند المراهقين. نعم. نلقى عندهم إبداع خاص وعندهم قابلية أنهم يتعلموا هكذا. يحبوا يتعلموا. ماهوش يعني فن صعب. ماهوش فن صعب. أي واحد يقدر يمارسه، خاصة هذا النوع من الفن. ما شاء الله. على خاطر التشكيل ماهوش بالسكين فقط. قادر بيده بعد العجينة أي تنجمي تخدمي بها باليد باللمس فقط. عندك لوحات كثيرة هنا في الأستوديو وعندك حتى لوحات كبيرة الحجم. نعم. إن شاء الله نتمنى أنه تلبى رغبتك ويكون لك معرض خاص باسمك. ما حاولتش أنه يكون عندك معرض خاص لك؟ والله مازال ما فكرتش فيها على خاطر ما زلت أني نمارس فيه، ما زلت جديد فيه وما زلت نبحث فيه. إن شاء الله مستقبلا. هي لحد الآن أنا الحاجة اللي نخدمها ندير لها فيديو ونحطها في المواقع التواصل الاجتماعي وتلقى تجاوب يعني. نعم. صراحة. نعم. وش هو آراء الناس وش تعليقاتها؟ تعليقاتها دائما إيجابي، ما كانش سلبي. ما شاء الله. ما كانش سلبي. نلاحظ أن العباد كل عجبهم هذا النوع من الفن. ما شاء الله. أنا أيضا أشجعك من خلال هذا المنبر. شكرا الأزهر. نعم. فاصل زميلي شريف زراري وبعدها نواصل.
أتحدث مع الأزهر وقلت له كل التحف جميلة ورائعة، والتحفة التي بين يدي اللحظة ولا أروع. يعني هي كلها من إنجاز الأزهر، هادف هو اللي خدم هذه التحفة. يعني حتى الوردة بشكل آخر، يعني مقارنة بالورود اللي كنت نشوفيها، هذه الوردة بشكل آخر. يعني ما السر في ذلك؟ نحكي حول هذه العلبة اللي تقدر تسلم حتى كهدية للأزهر. نعم أختي ياسمينة. نعم نعم كهدية، تقدر تسلم حتى كهدية. نعم روعة رائعة جدا. نحكي شوية عليها الأزهر. نعم هذه الورود الروسية اللي درتهم لداخل تاع علبة الموسيقى هذه، هي عبارة عن إضافة زدتها أنا باش الورد كان بالشكل هذاك. هو متغير نوعا ما متغير الشكل. نعم الشكل تاع الوردة يعني يبان حقيقي متفتحة بارزة. نعم الإضافة تاع الزيت وإضافة الماستيك تاع الماستيك اللي جوانتيو به الكارو. هذه درتيها بعد تجربة جديدة هي. أنا نحييك لأنه هذه مقارنة بالورود الأخرى. هنا تلاحظ بلي شوف سبحان الله الإنسان كي واظب وكي تكون عنده الممارسة راهو عن بالك كل مرة خدمته تزيد كما نقولوا احنا تجي أفضل. نعم. والتشكيل تاعها ثاني، التقنية تاعها كانت متغيرة على التشكيل تاع اللوحات الأخرى. هذه التقنية تاعها كيشغل تخدمي البتلة بطريقة تخدميها فوق حاجة ملساء. نعم. سواء كانت زجاج أو خشبة. نعم. ثم ترفع بالسكين ومن بعد تحطيها بيدك هكا، تحطيها تشكليها كيما تحبي تشكل كيما تحب. يعني العجينه بعدا نقولوا كيما نقولوا حنا تاخذ الراي بلمس اليد تنجمي. رائعه. انا نحييك الازهر ان شاء الله يا رب كل اعمالك تكون بطريقه متقنه ومميزه كيما هذه التحفه اللي بين يدينا واللي تقدر تسلم يعني حتى كهديه، حتى بالنسبه للغطاء والغلاف. يعني هو خشب الازهر؟ لا ماهوش خشب، ورق صلب ومن نوع من الكرتون ونوع الورق كيفاش نقولوا احنا ورق مقوى. رائع. وحتى الرسم يعني هذا الرسم انا اللي درته. يعطيك الصحه. الرسم انا اللي درته مبدع. ملي كنت يعني انا نشفع عليك في السنوات الاولى لما تفتحت الاذاعه الازهر كان انذاك شاب ربي 2008 كنت نشفع عليك، كنت تشكل بالطين وكنت تخدم تحف رائعه. يعني اليوم طورت في العمل نتاعك ربي يبارك. دركا ولات العجينه الروسيه، ولات الاسمنت الابيض والاسمنت الاسود ونعرج الى مفاجاه الاذاعه والفلين صلب. نعم نعرجوا الى المفاجاه الخاصه ببرنامج قلم وريشه من قبل الفنان التشكيلي الازهر هاتف. كنت بغيت نقربها إلى أنها تمشي بالكهرباء، لكن معليش هي عبارة عن نافورة. هذه النافورة فيها ريشة وفيها قلم. نعم. والماء يعني صبينا الماء وعنده مجرى والماء راه يمشي في النافورة بشكل جميل ورائع. والألوان أيضا. نخلي الازهر يحكي على هذه المفاجأة وهذه الهدية اللي نشكروك تشكر خاص على هذه الالتفاتة الطيبة للبرنامج. يعطيك الصحة. ويعني هذه تحفة رائعة شكلا ومضمونا. تفضل الازهر. مؤخرا حبيت نخدم نوافير. وليت حاولت نعرف حبيت هذا النوع من الفن. جبت الوسائل. هي الوسائل عبارة عن فلين صلب يتباع عند هذوك اللي يبيعوا مواد البناء. نعم. وإسمنت أبيض، إسمنت أسود. نعم. وكذلك تستعملي فيه حتى الألوان، الصبيغة، الرشاشات ولا ما شاء الله. نحاول ندير الهيكل تاعي بالفلين الصلب، ومن بعد ننقشو بالفيراسودي وندير له الشكل تاعو. من بعد ما ندير له الشكل تاعو نصبغه بالإسمنت الأسود. رائع. ونجوانتيه لداخل بالإسمنت الأبيض.
باش ما يسيحش الماء ولا. من بعد في النهايه كي يجف نبدا نلونو كما راكي تلاحظي. يعني هذه فكره النافورات يظهر لي اول واحد يجربها هو انت. ما قدرش نقول لك هو اول واحد لاني على بالي باللي كان اخرين يخدموا النوافير. ما شاء الله. هذه اول تجربه تاعي انا. يعني انت لظهر هدف نقدر نقولوا انك لم تقتصر فقط على الرسم يعني وعلى الريشه، بالعكس يعني انت من صنع يديك تصنع كما نقولوا احنا العجب. يعني ربي يبارك قاعد نشوف في اشكال وتحف رائعه جدا جدا. الحاجه اللي نحبها نخدمها ما نخليهاش. يعني انت ما اقتصرتيش على مجال واحد فقط، بالعكس. ما اقتصرتش على مجال واحد. يعني استعملتي الخشب بالطين، العجينه، الخشب لا مازال الخشب. ما درتيش الخشب؟ ما درتش هذا الفلين. لا هذا فلين صلب واسمنت ابيض ان شاء الله. انا قلت الخشب ان شاء الله المره الجايه ديرنا تحف بالخشب. الخشب يحب مش سهل، يحب قباله ماتريال يحب العتاد. هذو الحوايج اللي قلت لك عليهم هما صح وصلب صح، على خاطر السيمه البيضاء كي تشيح تولي صلب. هي انا كي قستو جاني صلب. اي القلب تاعو في اللين صلب في اللين. والطبل يعني في انجاز هذا التحف؟ لا ما يطبلوش. انا نتمنى هيك مستقبلا نشوفوك صاحب محل لتحف شكرا. يعني والله شكرا. لما لا تكون لك فرصه ان شاء الله ما تدري. جميل جدا. نعم وتكون هذه الاشكال والزائر لولايه ام البواقي يجي المحل تاع الازهر ويقتني هدايا لما لا وتبقى ذكريات. يعني ما شاء الله لانك بصراحه ابدعت. انا نقولها لك بكل صراحه من خلال هذا المنبر، ونشكرك مره اخرى على هذه الالتفاته الطيبه. ربي يحفظك. وهذه الهديه الخاصه. نمر ربما الى هذا الكتاب الذي هو بحوزتي والى جانبه كتاب اسطوري. يعني ربما هذا الكتاب نشوفوه في الأفلام. نعم خدمته على شكل كتاب أسطوري. هو نعم. عبارة عن أوراق كيفاش نقولوا احنا ورق الكرافت. عبارة عن ورق الكرافت وأوراق مقوى وورق مقوى. وحاولت ندير الغلاف تاعو درته ليلانجات. حكمت ليلانجات درتهم في الغراء تاع الخشب، ومن بعد حاولت شكلتهم فوق الورق المقوى هذاك. نعم. كي يجف ولا هذاك الشكل تاعو وليت صبغته ولا بهذاك المنظر وكأنه جلد. كأنه جلد وحتى اللون جا ذهبي وكأنه جلد. هذيك الألوان اللي نستعملها هذه ألوان مائية ولا زيتية؟ ألوان القماش. تستعمل في الرسم على القماش. كانت عندك تجربة على القماش؟ نعم ماني نخدم في لوازم الخياطة. ما شاء الله. ما شاء الله نزهر. طبيعة لوازم الخياطة اللي تخدمها؟ أنا في محل لوازم الخياطة نبيع لوازم الخياطة. نعم ما شاء الله. كاين حتى الألوان هذه كلش روعة. أنا نقول هذا الكتاب الأسطوري كان خاص بالصور. وهذاك الورق الكرافت هذاك يستعمل في تفصيل لي باترون تاع الألبسة. انا والله نخمت ولي مصمم فرات. ما حاولتيش هذه التجربه؟ ذاك نقول لاختي شتي رانا نجيب بشويه. جيتي عندك فكره التصميم طحتي في الرسم بديت فيها ولا لا؟ لاني الايامات هذو الجايين ان شاء الله راح ندير دوره تكوينيه بالمساعده مع الشاويه الخياطه والطرز. نعم. الاخت نسيت او اسمها معليش. نعم راح نديروا دورة في رسم الأزياء. ما شاء الله. أنا عندي الموهبة في رسم الأزياء، حتى الموهبة في التفصيل والخياطة عندي. حاولت بالاتفاق معها أني نديروا الورشة هذه. هي عندها الورشة تاعها بالماتريال والآخر. وانا نوعدكم نكون ضيفه وزائره. مرحبا بك. يا رب مرحبا بك. يكون حضور للاذاعه. شتي كي نبداو الدوره ان شاء الله يا رب. نقول لك هذا الكتاب الاسطوري انا نذكر فقط انه يحوي صور خاصه بالفنان لظهر هدف منذ الطفوله. الاخت ساره ان شاء الله تكون في الاستماع الاخت ساره ان شاء الله. بالتوفيق لساره. نعم قلت هذا الكتاب في الصور تاعك مني كنت صغير حتى بديت. هي منين كنت صغير وحتى حتى وين كملت. وهي ابيض واسود هذه الصور. ابيض واسود ومن بعد ندخلوا في الالوان. بعد بدينا في الالوان. صوره رائعه. كيما بديت انا فيها يعني فيها الاعمال تاعك ايضا. نعم هي اعمالك الفنيه. اعمالك الفنيه روعه.
ما شاء الله. يعني نستمتعوا لما نحلوا هذا الكتاب. كيما بديت بالقلم الرصاص بالابيض والاسود، وحتى وين بديت بالالوان الى غير الى نهايه المطاف بتصميم الازياء. والله انا صراحه اشجعك الى الامام الاخ الازهر. شكرا. الى الامام، يعني تستحق كل الشكر والثناء. هذا الكتاب الاسطوري. نعاود نولي ربما الازهر مشاريعك المستقبلية. ربما الازهر الحاجة اللي تعجبني فيك هي عندك أمل وتفاؤل كبير، يعني دايما الازهر بشوش إيجابي. هذا شيء يعني عندك طاقة إيجابية. أنا نشجعك على الاستمرارية، وإن شاء الله يا رب تزيد تمد الأكثر، وتكون الحاجة اللي تطمح ليها إن شاء الله توصل. ربي يحفظ أختي إن شاء الله. وش تقول؟ والله وش راح نقول، المشاريع المستقبلية هي لحد الآن أني في المشروع هذا تاع تصميم الأزياء. الأخت سارة بعدهم الله أعلم مش راح يكون، الله أعلم. إن شاء الله هذه تصميم الأزياء تكون فيها. والأزياء نسائية ولا رجالية؟ أزياء نسائية. نسائية، نعم. أزياء تقليدية عصرية. أزياء تقليدية وعصرية. ربي يبارك فيك الازهر. وش تقول كلمة، ربما نعطيك فرصة تقدم تحية إهداءات للناس اللي تحبك، أكيد ما يسمعوا فيك اللحظة. والله نهدي التحية إلى أختي هادف نجوى في قايس. نعم. والزوجة تاعي بزاف نحييها بزاف. إن شاء الله أنا نحييها. راهي تشجعني بزاف على الفن هذا وهي واقفة معايا. ربي يبارك فيها. واخت الزوجه تاعي راهي تسلم عليك بزاف، خلاص اختي ياسمينه، وقالت لي سلم لي عليها واني نحب صوتها. انا ثاني نحبها. شكرا. نشكرها. هي وش اسمها؟ راويه. وين تسكن راويه؟ راويه في راس كيرينا. ان شاء الله اهداء خاص جدا ليك يا راويه في راس كيرينا. نقول لك انا ثاني نحبك حبيبتي، وان شاء الله يا رب هذا العدد ينال اعجابكم ورضاكم. نتمنى لك الازهر هدف، نتمنى مزيد من العطاء والنجاح والتالق في المجال الفني، ان شاء الله هذه التقنيه توصل بها البعيد، باعتبار انك اول فنان في الجزائر يتعامل بهذه التقنيه الروسيه. نتمنى ان شاء الله يكون معرض كبير خاص في يوم من الأيام هكذا. والإذاعة تعيدك باستضافة أخرى إن شاء الله يا رب. يزيدوا نتعرف على جديدك فيما يخص تصميم الأزياء. الشكر موصول لك زميلي الشريف زراري، كان معنا في الإخراج والهندسة الصوتية. يعني الأستوديو اليوم زينا بحلة جميلة جدا، مجموعة من التحف والإنجازات الخاصة بالفنان التشكيلي. مرة أخرى يتقدم برنامج ريشة وقلم بجزيل الشكر على الهدية التي هي من صنعك ومن أناملك الذهبية. نتمنى لك التوفيق. شكرا للجميع على حسن الإصغاء والمتابعة. ياسمين صيد كانت معكم في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.